10 حاجات لازم تعملهم قبل ما تتفرج على جيم اوف ثرونز. اول حاجه حمله باعلى جوده ممكنه، يعني لو قدامك فرصه تحمله بجوده 1080 لا المسلسل يستاهل ويستاهل جدا حرفيا وبدون مبالغه. انت هتشوف اعظم مسلسل في التاريخ تصويريا، وفي كميه مشاهد وكميه معارك عظيمه تستاهل جوده 1080. على قد ما تقدر، يعني مش اجباري 1080، بس على قد ما تقدر حاول تحمله باعلى جوده 720 480. اقل من كده انت كده بتظلم نفسك. هتتفرج عليه مره ثانيه وتقول يا ريت تكون شفته باعلى جوده ممكنه. تاني حاجة واللي ما لقيتش حد يقولها لي انا لاني كنت شخص مغفل، انا كنت بجري في الاحداث. ما تجريش في الاحداث نهائي خالص، لان مثلا حتى لو حسيت ان هو عمال الاحداث بطيئه شويه، لا الاحداث عظمه والسيناريو تقيل لو انت ركزت فيه واتفرجت عليه بهدوء. حتى فكره اللي هو الجري 10 ثواني عايزين ننجز ما تعملهاش، مش مع المسلسل ده جريمه في حق السيناريو وجريمه في حق جورج ار مارتن. تالت نقطة واللي بالنسبة لي يمكن هي أهم نقطة فيهم، ما تعرفش حد إنك بتتفرج على المسلسل. حرفيا يعني أنا شخصيا الحلقة التاسعة الموسم الأول فيها مفاجأة معينة اتحرقت لي، بقيت بتفرج عليها عادي خالص ولا أكني متفاجئ. فأنت ما تعرفش أي حد يتفرج عليه سواء من صحابك سواء على النت. ما تقلبش كتير مثلا يتحرق لك مشهد. نصيحة من أخ لأخوه والله العظيم، هتحس باللي أنا بقوله لو اتحرق لك مشهد ولا هتحس بحاجة، خاصة إن المسلسل ماشي بنظام إنه بيبني حدث معين وبيفجره في الآخر. فاللي هو الموسم كامل على الحلقه دي، انا لو حلقتها لك الموسم كله بالنسبه لك عادي. فاهمني؟ دي النقطه. ونروح للنقطه الرابعه. اتفرج عليه ببطء وعشان خاطر تعيش مع المسلسل. بالبلدي ما تخلصوش بسرعه، يعني انا خلصته تقريبا في اقل من اسبوع، 5 ايام او 4 ايام، ودي صراحه كانت حركه غبيه خالص بسبب ان انا كنت بجري شويتين. لازم يعني المسلسل اعظم من الفيلم بفكره ان انت بتعيش معاه كل يوم، فبالتالي تتعلق بيه اكتر، بتحس ان هو جزء من يومك. عشان خاطر كده انا نوعا ما بفضل المسلسلات عن الافلام. اتفرج عليه بهدوء، ما تزودش عن 3 4 5 حلقات في اليوم، بحيث ان انت لو خلصت 5 حلقات غالبا هيقعد معاك 14 15 يوم، وده رينج كويس. لان فعلا المسلسل هتحس ان هو فاهم بيجر رجلك انك تتفرج كتير جدا جدا. لا ما تخلصش، يعني ما تعملش زي الناس تخلص مواسم في اليوم، يعني موسم في اليوم دي اوفر صراحه. في اعرف ناس عملتها، هو حلو وكل حاجه انك تخلصه بسرعه، بس 7 ايام انت بعد كده هتحس بفراغ كبير، خاصه انك مش هتلاقي اي حاجه فيما بعد تغطي الفراغ ده. ونروح للنقطه الخامسه. النقطة الخامسة، البس السماعة واتفرج على المسلسل. الموسيقى حرفيا يمكن هي تاني أعظم حاجة في المسلسل. موسيقى عظيمة عظيمة بمعنى الكلمة، سواء في تتر سواء في مشاهد حربية سواء في مشاهد رومانسية سواء في أي حاجة. الموسيقى حرفيا جميلة بطريقة تحفة. بس في بعض الحلقات الموسيقى بتبقى واطية شوية، فأنت لو اتفرجت عليها على التليفون في الغالب مش هتسمع الصوت. عشان خاطر كده حاول تلبس السماعة واتفرج عليه. ونروح للنقطة رقم 6. اتفرج عليه لوحدك لانه غير مناسب اطلاقا للمشاهده العائليه. ودي فاهم يعني، انا هقولها تاني، اتفرج عليه لوحدك ده مش مناسب خالص للمشاهده العائليه. لوحدك خالص. المسلسل مش بلس 18، المسلسل بلس 118. لوحدك خالص، ما تفكرش، ما فيهاش. ونروح للنقطه رقم 7. ما تتعلقش بالشخصيه. مش قصدي حاجه ولا بحرق اي حاجه، انت كده كده مش هتلاقي بطل للمسلسل. المسلسل مش بطل واحد والاحداث بتدور حوله، ومفيش الكلام ده. المسلسل كله السيناريو هو الصراع على العرش، مش بطل واحد وماشيين في قصته. لا انت ممكن كل دقيقتين 3 تعدي على بطل واثنين 3 و4 و5 و6. ما تتعلقش بحد معين، ممكن ما تاخدش على فكره. فانت ايه، خليك مستمتع بالصراع وما تربطش نفسك بشخصيه. بحيث لو الشخصيه دي جرى لها حاجه خلاص كده المسلسل فقد قيمته. لا مفيش الكلام ده، كمل وهتستمتع. المسلسل مش بيحكي عن شخص معين، المسلسل حلاوته كله في الصراع ذات نفسه. ونروح للنقطه رقم 8. حاول تتفرج عليه على شاشه كبيره ان امكن، هيبقى عظمه، لان حرفيا انت هتشوف تصوير عظيم جدا وكادرات رائعه. لو على شاشه كبيره هتستمتع بيه اكتر. وطبعا نعلي الصوت، انت مش هينفع تلبس السماعه مع الشاشه، فتحاول تعلي الصوت خالص انك تستمتع بيه ولوحدك. النقطه رقم 10. المشاهده الثانيه اجمل من المشاهده الاولى، لان الثانيه انت نوعا ما بيبقى عندك خلفيه كبيره، تبدا تشوف التفاصيل اللي وقعت منك او التفاصيل اللي انت ما ركزتش فيها قوي. ده من المسلسلات القليله جدا جدا جدا، حتى لو انت اتفرجت على المشاهده الاولانيه مثلا
بادق التفاصيل هتستمتع فيها. خاصة ان انت بعد ما تشوف مسلسلات كتير مش هتلاقي ان انت عندك شغف تشوف مسلسلات تانية، تشوفها مرة تانية قصدي مرة تالتة ورابعة، مش هيحصل معاه غير في المسلسلات. لكن ده الوحيد العظمة اللي بيقدمها، لا ده يستاهل يشوف مرة تانية وتالتة ورابعة. شفته مرتين وهشوفه مرة تالتة واحتمال يبقى مرة رابعة كمان. ممتع لان انت مش حدث معين وخلاص عرفت النهاية، زي فيلم غموض مثلا، عرفت القفلة بتاعته فمش هشوفه مرة تانية، انا عارف القفلة، شفت مرة تانية هتستمتع اكتر يمكن اكتر من مرة تانية. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعه، في فيديوهات كتير هتنزل الايام اللي جايه، وسلام. بص يا برو سيبك من البتاع دي. انما الفيلم ده طرش. سيبكم جيمز انتوا خالص بقى. روح للدور 10/10. انا عندي 4 مشتركين على القناه، انا اللي عاملهم، عندي مشاهدتين وانا بالقناه الثانيه. اعمل ايه؟ التليفون ده كبسه. بس خناقه جامده تعالى بص. عيد يا ابني بالقهوة. 4 دقايق على الفاضي. شيل في كارير بيتبني هنا.